بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. معلش انا بقالي يجي اسبوع ما نزلتش فيديوهات، بس لسببين ثلاثة. اول سبب الاحداث اللي بتاعت اليومين دول. يعني انا مش عايز اقول لكم ان انا عملت مثلا يجي 10 فيديوهات والله اليومين اللي فاتوا دول، في الاسبوع اللي فات ده. بس الفيديوهات بتكلم فيها على احداث يوم 11/11 والاحداث اللي عايزين يعملوها يوم 11/11 دي. آه، بس ما برضاش. يعني انا بفرغ طاقتي، اعمل الفيديو افرغ فيه الغل اللي فيا، اللي جوايا، النار اللي جوايا اللي مش عادله جوايا، وما ارفعوش على القناه. ليه؟ لان انا لو رفعته على القناه انتوا عارفين الواحد فيه لسانه حته زايده كده، ربنا يعافينا. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا مش بحب اتكلم، يعني يجيب حاجه فيت بيها الناس يا ما اطلعش. موضوع القناة عندي والله العظيم ما دخل لي منها جنيه لحد النهارده، يعني ما فمش متكن على الفيديوهات، ومش مركز بقى ان انا لازم اعمل فيديوهات على طول عشان اعمل مشاهدات والكلام اللي انتوا عارفينه ده. المهم نخش على الموضوع بتاعنا بقى. آه هي فكرة انا طبقتها قبل كده بس كنت نسيتها، فجي واحد النهارده فكرني بيها، واحد يعني ربنا يجزيه خير فكرني بيها. صلوا على النبي. انا النهارده راجل، انت هتتصل عليا تقول لي انا عايز مثلا 50 فدان مثلا خالصين من الدوله، معلهمش جنيه للدوله، او 10 فدادين ايا كانت بقى المساحه. طيب هقوم قايل لك ايه؟ هقوم قايل لك الفدان اللي خالص من الدوله النهارده، الراجل يوم ما هيكرمنا هيتكلم في 70 80 90 وفي ب 100 وفي ب 120 وكلام من ده. صح ولا مش صح؟ صح. بتبقى ارض جمعيه او ارض استثمار قديم خالصه من الهيئه، وانا عملت فيديو قبل كده على حته خالصه من الهيئه دي، لان لو لسه عليها جنيه للهيئه ما تشتريش، لو ببلاش اشتريها على انها لسه هتتقنن من اول وجديد. المهم عشان خاطر نركز في الموضوع بتاعنا بقى. فانت النهارده هتقول لي انا عايز ارض خالصه، هقوم قايل لك الفدان ب 100,000. يعني انا النهارده كان واحد طالب مني 50 فدان خالصين في الفرافره، فلقيت له مثلا ب 100 وب 110 وب 120 معايا وب 90 اقل حاجه. في حاجات اقل من كده، بس اللي اقل من كده بقى بيبقى معيوب، بيبقى في حاجه مش مظبوطه. خلاص خلاص. طيب ما في فكره احسن من كده، في فكره احسن من كده. ايه الفكره اللي هي احسن من كده يا سيدي؟ ان انا هخش على ارض عليها فلوس. يعني انا هخش على ارض تقنين مثلا، ارض مقننه. الارض المقننه ديت مثلا هشتريها تكون دافعه لها مثلا 15% 20% 25% ايا كانت اللي دافعاه. يعني مثلا دفعت، مثلا راجل دفع مثلا من ثمن الارض مثلا 2000 ونص. 2000 ونص يعني اعتبر ان فاضل على الفدان 15,000 جنيه. هقوم انا داخل على الارض الملف التقنين مثلا 20 فدان، هقوم داخل شاري من الراجل ب 40 ب 50 معايا، واقوم رايح مخلي الراجل، واخد الراجل من ايده، واقوم رايح داخل على المجلس المحلي في الفرافره مثلا او في الدخله او في الخارجه، واقوم رايح دافع مسدد تمن الارض كلها مره واحده. بقت الارض دلوقتي ايه؟ خالصه. لما بدفع الفلوس مره واحده بيعملوا لي خصم، يعني لو فضل على الارض 15,000 بدفعهم مثلا 13 يعني 12 حاجه زي كده، يعني بينزل من ثمن الارض مثلا 2000 3 حاجه زي كده يعني. المهم مش موضوعنا، لان المعلومه ديت انا متاكد منها بنسبه 70% مش 100%. يبقى انا كده استفدت ايه بقى؟ اشتريت الفدان مثلا ب 50 ودفعت 15 بقى ب 55,000 جنيه. يبقى انا اشتريت الفدان خالص من الدوله، معلهوش جنيه للدوله، بكام؟ ب 55,000 جنيه. هو نفسه الفدان ابو 100,000 جنيه، وبقى خلاص معايا عقد نهائي بالارض. فالفكره عجبتني، الفكره حلوه مش وحشه للناس اللي عايزه تشتري ارض ايه؟ خالصه، خالصه من الدوله. بس ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. وكل فيديو وانتم طيبين. يلا. في حاجة قبل ما انسى،
الارض بتاعت مفيد باريس، انا سمعت، مش سمعت بقى، انا شفتها على اليوتيوب في فيديوهين. شفت معدات كبيره كده تبع الجيش اظن، بيعملوا مش عارف تبع الجيش او تبع المحافظه، بيعملوا مجرى تاني داخل على توشكا. مجرى يعني فتحوا لميه معينه، الميه دي داخله على توشكا، يعني توشكا لها دخله، هم عملوا دخله كمان. فهل الدخله ديت من الميه اللي هي داخله على مفيد باريس ولا لا؟ دي لو حد عنده معلومات يعرفني، ديت لو حد عنده معلومات يعرفني، لان دي هتبقى مشكله كبيره للناس اللي راحت مفيد باريس، لان هتبقى توشكا اولى من مفيد باريس، لان الاستثمارات والناس العتاوله اللي في توشكا هيبقى لهم الاولويه رسمي، والميه اقرب ليهم، الميه اقرب ليهم. دي اول نقطه. تاني نقطه برضو عايز اتاكد منها، معرفش صح ولا غلط، الناس اللي راحت مثلا من اسبوعين او من 10 ايام تقول لنا برضو الحته ديت حصلت ولا ما حصلتش، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بيقول لك اللي هو الاستاذ محمد غانم بتاع برنامج الجدعان، انا سامعه من اسبوعين او من 3، عمل فيديو وقال لك ان في 35 كيلو من المدق اللي داخل على مفيد باريس غرق، دخل في البحيرة. فمش عارف المعلومة ديت برضو أكيدة ولا مش أكيدة، يعني لو حد برضو عنده معلومة بالنسبة للموضوع دوت يكتب لي برضو في التعليقات. أنا معرفش، يعني أنا المعلومتين دول مش عارف، يعني عايز أتأكد منهم وإحنا بنكمل بعض. في حاجة تالتة، حاجة بقى مضحكة، حاجة مضحكة شوية. كان كان في واحد عامل فيديو عن مفيد باريس برضه، بيتكلم يعني هو عامل طريق الارض بتاعته، يعني البحيره اهيت، اهي البحيره اهي، وعمل طريق على البحيره وبعدين ارضه ماشي. فالبحيره غرقت الطريق اللي طالع على ارضه، وبالطبع كان عامل الطريق عالي، فطلعت الميه لفوق وغرقت الطريق ونزلت على الارض. فهو عامل فيديو، انا مش عارف بصراحه، يعني هو راجل محترم ربنا يصلح حاله وحاله، انا ما اعرفوش. فعامل طريق يقول لك ايه، الميه هنا يا جماعه البحيره هنا بتروي الميه الارض بالراحه، يعني شوف الميه طالعه الارض هي بترويها من غير مكن ومن غير اي حاجه. فسبحان الله، يعني هي البركه غرقت ارضه، البركه غرقت الطريق اللي هو عامله، دخلت على الطريق، بقى الطريق اللي هو عامله خلاص بقى جزء من البركه، ودخلت على الارض بتاعته. فبيقول لك ان الارض بقت تروي بالراحه. الله المستعان، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. لو حد عنده يا جماعه بالله عليكم معلومات عن الجزئيتين اللي انا اتكلمت عليهم في مفيد باريس دول يعرفني. الارض، الميه اللي رايحه لتوشكا دلوقتي اللي تعمل لها زي ترعه تانية مثلا او مدخل تاني لتوشكا، هل الميه ديت هي نفسها اللي بتروح مفيد باريس ولا لا؟ دي اول نقطه. تاني نقطة، حتة ال 35 كيلو اللي الأستاذ محمد غانم متكلم عليهم في برنامج الجدعان، هل ال 35 كيلو غرقوا من المدق بصحيح ولا لأ؟ يلا، كل فيديو وانتم طيبين، السلام عليكم.